بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحدثكم عن الجنيه اللام وإصداراته وتوقيعاته، مفاتيحه، إحلالاته، التغيرات التي حدثت على الجنيه اللام تقريبا كلها أو معظمها. بدأ الجنيه اللام في بتوقيع محمد عبد الفتاح إبراهيم في 29/5 سنة 78. جنيه رقم 1 كما هو مبين أمام حضراتكم. الجنيه رقم 1 دون كان 6 أرقام. بدأ من رقم بريفكس لام 1 إلى رقم لام 20 كما هو موضح أمام حضراتكم. دول 6 أرقام، يبقى من لام 1 إلى لام 20 6 أرقام. لام 21 7 أرقام. يبقى محمد فتاح إبراهيم وقع من لام 1 إلى لام 129. دي لام 129. محمد فتاح إبراهيم بالخيط المعدني رقم 1. من 130، من لام 130 دون توقيع شلبي. طبعا تصميم الوجه زي ما احنا شايفين. مسجد السلطان قايتباي بمقابر المماليك. أبعاد الورقة دي مقاسها 140 ملي ب70 ملي. يبقى احنا قلنا ان هو من رقم 1 لرقم 129 محمد عبد الفتاح إبراهيم. يليه من 130 إلى 150 دون محمد صالح أمين شلبي. من 151 من الجنيه رقم 151 للجنيه رقم 165 ده هيبقى توقيع نجم علي محمد نجم. من 165 إلى 165 يبقى 151. من 151 ل 165 توقيع علي محمد نجم. من 166 إلى 246 ده توقيع دكتور محمود صلاح الدين حامد. ده رقم 246. 247 ل 380 دون توقيع
إسماعيل حسن محمد. طبعا واضح هنا زي ما هنقول بعد كده تغير الخيط المعدني. الخيط المعدني هنا رقم 1، الخيط المعدني هنا رقم 2، وتغيرهم تحديدا في رقم 208 زي ما هنوضح بعد كده. التغيرات اللي هي في الخيوط المدفونة هنقولها بعد كده بإسهاب شوية. اللي هو الخيط المعدني اتغير من الخيط المدفون اتغير من رقم 1 إلى رقم 2. طبعا رقم 1 خيط مصمت، رقم 2 عليه البنك المركزي، البنك المركزي المصري. البنك المركزي المصري واضح طبعا جدا الفرق بينهم وبين بعض. احنا وصلنا ل 380 إسماعيل حسن، ده كده 381، ده 380 إسماعيل حسن نهاية الإصدار، نهاية التوقيع لإسماعيل حسن 380 بغبيكس 380. ده 381 ده دكتور محمود أبو العيون، وقع محمود أبو العيون 381 ل 200 ل 427. طبعا توقيع محمود أبو العيون طبعا قليل لحد ما إلى ما قبله وما بعده. 247 ده توقيع نهاية توقيع محمود أبو العيون. تلاه دكتور فاروق عبد الباقي العقدة ببرفكس رقم 428 بالتوقيع الأول لفاروق العقدة. فاروق العقدة وقع من 428 إلى 432، ده توقيع الدكتور فاروق العقدة. 432 يبقى 428 ل 432 ده توقيع فاروق العقدة الأول. 432 دون جنيه مشترك بين توقيع فاروق العقدة بالشكل الأول اللي هو قدام حضراتكم دون أهو، وبالشكل التاني اللي هو الفورمة بتاعته العادية. طيب الجنيه، التغيرات اللي حدثت على الجنيه طبعا دون آخر إصدار في الجنيه اللام اللي هو 563 مبين أمام حضراتكم. التغيرات اللي حدثت على الجنيه اللام طبعا احنا قلنا أول التغيرات اللي هي كانت تغيير الخيط المعدني تحديدا في الجنيه رقم 208. خيط معدني شكل، خيط معدني شكل تاني. يليه طبعا تغير العلامة المائية من الشكل اللي قدام حضراتكم 506 في البريفكس 506 تحديدا توقيع فاروق العقدة إلى هذا الشكل. إحلالات الجنيه اللام هتكون كالتالي.
الإحلال الأول لمحمد فتح إبراهيم اللي هو لام بس بدون رقم. لام أول إحلال لمحمد فتح إبراهيم، يبقى لام بدون رقم، لام 200 محمد فتح إبراهيم، لام 200 برضو محمد صالح أمين شلبي، لام 200. في لام 200 نجم برضو، يبقى لام 200 دي وقع عليها محمد عبد الفتاح إبراهيم على لام 200 ومحمد صالح أمين شلبي وعلي محمد نجم ودكتور محمود صلاح الدين حامد برضه وقع على اللام 200 اللي هو الإحلال. لام 200 وبعدين لام 300 برضه صلاح حامد، لام 300 صلاح حامد، وبعدين لام 300 لإسماعيل حسن محمد، لام 400 لإسماعيل حسن محمد. طبعا مع تغيرات الخط المدفون من إحلال إلى آخر. لام 400 إسماعيل حسن محمد، هيبقى في عندنا لام 500 لإسماعيل حسن محمد، لام 500 لمحمود أبو العيون، لام 500 فوق العقدة التوقيع الأول، 500 فوق العقدة التوقيع الأول، لام 600 فوق العقدة التوقيع التالي، طبعا مع طريقات الخيوط اللي هي المدفونة من إحلال إلى آخر. لام 600 فوق العقدة ده بالعلامة المائية دي، ولام 600 فوق العقدة بالتغير فيه العلامة المائية، وتغير فيه العلامة المائية بس، إنما الخيط المدفون هو